شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الأفلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الأول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. بتبدأ أحداث فيلمنا مع البطل لاكشمان، وبيجي وهو صغير قوي وذكائه بيكون محدود، يعني على قده كده، حتى ما بيعرفش يجمع الحسابات البسيطة، وأي حاجة بيعملها بتبقى غلط وكل أصحابه بيسخروا منه وبيضحكوا عليه. بيجي بعد كده أخوه البيبي بهارات، وبيبقوا مرتبطين ببعض جدا، حتى لما بيكبروا وبيبقوا شباب برضه بيلعبوا مع بعض. بهارات بيكبر وبيدخل مع لاكشمان المدرسة، وبيشوف نارايان وهو بيتريق على أخوه، فبيروح مديله علقة محترمة، ومن يومها وهم بيخافوا منه من لاكشمان. بعدها بيزورهم قائد عظيم واللي بيكلمهم عن اليقين والإيمان لتحقيق أهدافهم، فبيسأل لاكشمان أخوه بهارات هو بيبقى فين اليقين ده، فبيقول له في القلب. وبيطلع بهارات وبيقول لناريان أنت يقينك هنا. وبعد كده بيتم تحرير الهند من الاحتلال الإنجليزي. أبوهم للأسف كان مدمن على شرب الخمور، وبيموت هو ومراته في حادثة عربية، وبيعيشوا وبيكبروا مع بعض لحد ما بيبقوا شباب كبار، وبيبقوا مبسوطين جدا بحياتهم وبيغنوا وبيرقصوا مع بعض، وحياتهم بتبقى كلها فرحة وسعادة. بهارات دايما بيهتم بأخوه لاكشمان وبيساعده في كل حاجة وبيخاف عليه قوي. بهارات بيبقى قلبه جامد وبينط في النهر في قلب الميه. بعدها بيروح محل للاحذيه في القريه، وبيبقى عاوز يشتري حذاء بس ما معهوش فلوس. بعد فتره بيلاقوا الجيش في القريه، والضابط بيقول لهم ان الاوضاع مش مريحه على الحدود الصينيه. بيقول لهم اللي شايف نفسه يقدر يدخل الجيش يجي عشان يدافع عن وطنه. بنيجي لبهارات وانه رافض انه يتطوع عشان اخوه لاكشمان، لكن عمه بيقول له انا هاخد بالي منه ما تقلقش، وكمان هتقدر تستفيد من المعاش اللي هيديهولك بعد 3 سنين تصرف بيه على نفسك وعلى اخوك كمان طول عمرك، ومستحيل كمان انه يحصل حرب بين الدولتين. لاكشمان بيكلم اخوه بيقول له انا عاوز ادخل الجيش، فبهارات بيرفض، فبيقول له انت كمان شايفني غبي زي بقيه الناس. بعدها بيروحوا عشان يختبروهم، ويبقى لاكشمان باين عليه انه كل حاجه بيعملها بصعوبه، وبيشوفوا الضابط. وقت اعلان النتيجه بيرفضوا ناريان عشان عنده التصاق في الفخذين. بيجي لاكشمان وبيقولوا له انك مرفوض، فلاكشمان بيقول له ازاي انا ما عنديش التصاق اهو. وساعتها بهارات بيغمز للضابط وبيقول للاكشمان انت هتفضل في الوحده بس مش هتطلع على الحدود طبعا. الضابط فهم وبياخدوه على قد عقله. تاني يوم الصبح بهارات بيسلم على عمه وعلى لاكشمان عشان خلاص هيمشي، وبيعيطوا من الفراق، وبيبقى لاكشمان مش عاوز يسيب بهارات، ودي اول مره في حياتهم يفترقوا عن بعض من ساعه ما اتولدوا. وبيبان بعدها على لاكشمان انه زعلان ومتضايق ودايما وحيد. بهارات بيكون وصل الحدود وبيبقى جاهز للدفاع عن الوطن، ولما بيكون لاكشمان معدي بيشوف الساحر واللي هو شاروخان، واللي بيطلب من الجمهور ان حد يساعده، فبيختار هو لاكشمان. فالساحر شاف ان كل الناس بتضحك عليه وبتسخر منه. الساحر بيحاول يساعده، بيقول له حرك الازازه دي باليقين اللي عندك، فبيحاول لاكشمان انه يحركها فما بيعرفش، وبيضحك الناس كلها عليه. الساحر بيقول له حاول تاني، لحد ما فعلا بيبدا يحركها من غير ما يلمسها، والناس بتستغرب وبيسقفوا له على اللي عمله، وبيبقى فرحان قوي. نروح بقى البهارات واللي بتيجي عليهم قذائف من كل ناحيه، وبيجي كتائب المشاة الصينيه وبيضربوا عليهم نار، وهم كمان بيبدلوهم الضرب. ولما لاكشمان بيدخل الوحده بيلاقي تحركات غريبه وما بيبقاش عارف في ايه بالظبط، فبيروح للضابط يساله على اخوه. فالضابط بيتضايق وبيروح مزعق له وبيقول له انت مش عارف ان في حرب، وانت شكلك غبي ومش هتفهم حاجه. بيقف لاكشمان مصدوم ومش عارف يعمل ايه، وبيرجع البيت بسرعه لعمه وبيقول له الحرب قامت، بس عمه بيكذب عليه وبيقول له لا لا مفيش حاجه. تاني يوم وهو ماشي بعجلته بيلمح عربيه وفيها طفل صيني، فبيروح ماشي وراهم لحد ما بيوصل المكان اللي عايشين فيه. بيرجع بسرعه وبيقول للناس الحقوا الصينيين وصلوا القريه. اهل القريه بيحاولوا يولعوا في بيت الصينيين، وبيقع ناريان على الارض وهدومه بتولع، ولاكشمان واقف بيتفرج عليه وعمال يضحك. ولما بيرجع البيت فعمه بيزعق له بسبب تصرفاته الغبيه، وعمه بيقول له انت لازم تصاحب عدوك، ولازم يكون عندك يقين انه هيتغير في يوم من الايام. فعلى قد ما فهم لاكشمان قال خلاص انا هصاحب الصينيين، وبكده اكون قدرت انهي الحرب واخويا بهارات يرجع بقى. تاني يوم بيروح يعزم على الطفل الصيني جو بحاجه ساقعه، لكن الطفل بيخبط الازازه وبيكسرها، بس برضه بيفضل مصمم انه يصاحبه، وبيجيب له ايس كريم وبيسلم على ام لينج، وبيبقوا اصحاب بعد كده. بعدها بياخد جو وبيروح المعسكر، وبيقول للظباط ان ده طفل هندي، بس جو بيكلمهم طبعا بالصيني وبيحرج لاكشمان. طبعا المعسكر كله قاعد يضحك عليه. وهم راجعين للبيت فناريان بيوقف جو ولاكشمان فوق الجسر، وبيقول له انت ازاي مصاحب الصينيين واحنا المفروض اننا بنحاربهم. وبيضرب لاكشمان بالقلم، فبيقول له انت بتضربني ليه، فبيروح زقه في الميه وبيحرجه قدام كل اللي واقفين. فلاكشمان زعل طبعا وقعد يبكي. بنروح لبهارات وهو وزمايله بيحاربوا الصينيين، وبيبقى في خندق بيضرب عليهم نار، وزمايله
زمايله بيموتوا. فبهارات بيقرب قوي من الخندق وبيمسك قنبله ولسه هيرميها، فبيجي واحد وبيروح ضربه بالنار في كتفه، وبيرمي بهارات برضه القنبله على الخندق وبيفجره. تاني يوم بيروح لاكشمان لجو البيت، فلينج بتقول له على فكره انا هنديه بس اجداد الصينيين، وترجته انه يبعد عنهم ويسيبهم في حالهم عشان ما يعمل لهمش مشاكل بعد كده، وقالت له برضه هنفضل اصحاب. لاكشمان كان معتقد انه لما يصاحب الصينيين فبكده الحرب هتخلص. بيسيبها وبيروح المحل وبيشتري الحذاء اللي عجب بهارات اخوه، وقال للبياع خلاص بهارات راجع واحنا بقينا اصدقاء احنا والصينيين. وهو ماشي واحده قابلته وقالت له اخوك بهارات رجع. بيروح طيران وهو فرحان قوي على المعسكر، بس الضابط صدمه وقال له فعلا بهارات كان راجع بس الصينيين هاجموا عليهم وحصروهم وخدوهم رهاين عندهم. قعد لاكشمان يبكي لانه ممكن ما يشوفش اخوه تاني بعد كده. ولما بيرجع البيت وبيسأل على عمه قالوا له ده مسافر، ممكن تكلمه عن طريق التليفون. بتيجي في دماغه فكرة غريبة، بيروح واخد بعضه وطالع على الوحدة وبيقول للقائد ممكن تكلم الصينيين عشان ينهوا الحرب دي ويرجعوا اخويا بهارات. فالعساكر طبعا بيضحكوا عليه، والضابط قال له معلش انا رقمهم مش معايا. فبيروح للينج في بيتها وبيقول لها هاتي رقم اهلك اللي في الصين عشان اخويا محجوز عندهم كرهينه. فلينج بتهديه وبتقول له اطمن، اول الحرب ما تنتهي اخوك هيرجع تاني، وبتقول له انت لازم تبقى اقوى من كده، وبيكون خايف لا يموتوا اخوه. بيروح بعدها المكان عالي في النهر وبينط في الميه وبيحاول انه يقلد اخوه بهارات. بيجي بهارات هو وزمايله مأسورين وهم كلهم بيعملوا خطه عشان يهربوا من المكان. بعدها لاكشمان بياخد جو بيروح بالمعسكر، بس بيلاقي صناديق وفيها جثث الجنود اللي الصينيين موتوهم، واهاليهم بيبكوا عليهم. فراح من خوفه يدور على اخوه، خايف قوي لا يلاقيه بينهم. واول ما بيشوف الضابط بيحط ايده على ودنه خايف للضابط يقول له اخوك مات، بس الضابط بيقول له ما تخافش يا لاكشمان اخوك ما ماتش. اهل القريه بيقروا الجرايد وبيعرفوا منها ان الصينيين بيموتوا جنودهم على الحدود. ولما ناريان بيشوف جو ماشي مع لاكشمان بيجري وراهم وبيمسكه بيقول له انت ازاي مصاحب الصينيين وهم بيموتون على الحدود، وبيروح ضربه بالقلم وبيحرجه قدام الناس اللي واقفه. وبتيجي لينج في الوقت ده وبتضرب ناريان بالقلم وبتقول لهم انا هنديه ومحدش هيقدر يعمل لنا حاجه، وبيقول لكل الناس انا هرجع اخويا بهارات باليقين اللي جوايا. وبيضحك عليه اهل القريه طبعا كلهم، وناريان بيتهمه برضه بالغباء. فبيقول له طالما انت جامد قوي كده حرك لنا بقى الجبل ده بيقينك. عشان لاكشمان طيب قوي فبيحاول فعلا انه يحرك الجبل، والناس كلها بتضحك عليه. بالصدفه بيحصل زلزال والارض بتتهز وكل حاجه بتقع وبتتكسر. كل الناس بتبقى مذهوله ومستغربين من اللي بيحصل، ومش مصدقين ان اليقين اللي عنده هو اللي خلاه يهز الجبل. وبقى بعد كده بيمشي في القريه وكل الناس بقت بتحترمه، وبيبقى ماده جميله بين الناس انهم يتكلموا عنه وعن اليقين والايمان اللي جواه. وبيجي ناريان وهو جايب ازازه وبيحاول يحركها بس ما بيعرفش. بالليل بيروح الوحده والقائد بيعرف باللي عمله لاكشمان، وبيقول له طالما اليقين عندك جامد قوي كده ما توقف لنا الحرب دي علشان اخوك يرجع ونعيش احنا كمان في سلام. فلاكشمان بيصدق القائد وبيسمع كلامه، وبيروح بعد كده يتكلم مع لينج عن المعجزه بتاعته. فبتقول له لاكشمان اللي حصل معاك ده صدفه مش اكتر، وده كان مجرد زلزال، وانت لازم يكون عندك يقين ان الحرب دي هتخلص وان اخوك هيرجع. ولما بيرجع للبيت بيسمع عمه وصاحبه وهم بيقولوا ان الهند بتخسر الحرب والحدود مليانه جثث لجنودهم الهنود، وده بيخليه بيقعد يبكي وبيبقى خايف على اخوه لا يكون واحد من اللي ماتوا دول. تاني يوم بيقرر انه يقف وسط القريه، وبيبقى عاوز بيقينه وإيمانه إن ينهي الحرب دي. طبعا بيبقى صعبان على أهل القرية كلهم ومش مقتنعين باللي هو بيعمله، لأن حالته النفسية باين عليها كده اتدهورت قوي. تاني يوم الناس بيوقفوه بيقولوا له إن الحرب خلصت، وإن اليقين والإيمان اللي عندك وقف الحرب. ومن فرحتهم بيسقفوا له وبقوا مبسوطين بيه قوي، وبيروحوا يرقصوا ويغنوا ويحتفلوا بانتهاء الحرب وإن جنودهم هيرجعوا تاني. بيرجع أبو لينج للقرية بتاعتهم تاني وبتبقى فرحانة هي وابنها جو. بعدها الناس بتروح للمعسكر وبيسألوا عن الجنود وليه لسه ما رجعوش لحد دلوقتي. فبيقولوا لهم صحيح ان الحرب خلصت بس لسه في جنود مفقودين واحنا بندور عليهم. بالليل لاكشمان بيلاقي جو بيخبط على باب بيته وهو بيبكي، وبيروح مع جو لبيته فبيعرف ان ناريان هو واصحابه راحوا ضربوا ابو لينج. فبيروح لاكشمان لناريان وبيقول له انت ليه عملت كده، وبيروح ضربه قدام القريه كلها وهو بيبكي. بعدها القائد بيروح للاكشمان وبيقول له ان الاسرى لما كانوا راجعين في الطريق الصينيين ضربوهم بالنار وكانوا عاوزين يموتوهم، ولما اخوك حاول يهرب ضربوه بالنار وبيقع على الارض وبيموت. لاكشمان بعدها بيقرر يعمل مراسم جنازه لاخوه وهو بيبكي ومتاثر قوي على موته، وبيمسك صورته وبيحضنها وهو مش مصدق انه مش هيشوف اخوه تاني. وجو بيروح للاكشمان وبيحضنه قوي وهو بيبكي. بعدها بيتخيل
لانه بيشوف اخوه وبيحس انه معاه في كل مكان بيروح فيه، وبياخد الرماد بتاع اخوه وبيرميه في النهر اللي اخوه كان بيحبه وبيحب ينط فيه. بعدها بيقابل لينج واللي بتقول له احنا هنروح المدينه عشان ابويا لازم يدخل المستشفى للعلاج، وبيبكي وبيشتكي لينج ان اليقين اللي عنده ما قدرش يرجع اخوه. لينج وهي في طريقها رايحه للمدينه بتقابل الضابط وعربيته بتبقى عطلانه، فبيطلب منهم المساعده، وبيسمع لاكشمان صوت جو صاحبه ولينج والضابط معاهم. فالضابط بيقول له انت اخوك انضرب بالنار ووقع على الارض بس لسه عايش، لان زميله اخد حذائه ولما قام يجري ضربوه بالنار. ولما الهنود جم يشوفوا الجثث ويعملوا لها حصر فافتكروا ان اللي مات ده اخوك، لان اسم اخوك مكتوب على الحذاء بتاعه. وبهارات بيطلع لسه عايش ومش بيموت، والقريه كلها واقفه بتودع لاكشمان لانه رايح يشوف بهارات، وناريان بيجي جري وراه وبيديله الحذاء اللي كان بهارات عاوزه. وفعلا بيروح لاكشمان وعمه ولينج وجو ابنها وبيوصلوا للمعسكر الهندي، وبيشوف اخوه بهارات وهو مصاب جدا، وبيبقى مش مصدق نفسه ان اخوه لسه عايش. بس بهارات ما بيعرفش مين دول، فبيحاول لاكشمان يعرفه بنفسه وبيوريه الحذاء اللي كان عاوز يشتريه، وهو بيعيط وبيرقص قدامه وبيفكروا برقصهم مع بعض وكل الحركات اللي كانوا بيعملوها زمان. وعمه بيبكي من الحزن على بهارات، وبتحصل المعجزة وبهارات بيبدأ يحرك دراعه وبيفتكر كل حاجة، وبيفتكر اخوه. بيروح لاكشمان حضنه وهم بيبكوا، وبيرجعوا القرية وبيروحوا عند النهر وبينطوا المرة دي بقى هما الاتنين مع بعض. وبكده ينتهي فيلمنا، وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامدة دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو 50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.